هنعمل سبونج كيك. هنعملها من اولها لاخرها ونقول لكم تسقيتها بتتعمل ازاي برضو. هنا طبعا بعد ما كانت جاهزة خلاص، وانا هنا عاملاها بحشو الليمون. شايفين من جوا عامله ازاي؟ هو بس الاضاءة بس. شايفين؟ طبعا هنا التفاصيل لازم تشتغل، ولازم ادوق اول واحدة من الحاجة اللي انا بعملها. لازم ابدأ اعجابي بالحاجة اللي انا عاملاها. طبعا دي المكونات بتاعت السبونج كيك كلها: 3 بيضات، ربع كيلو سبونج كيك، ده بجيب من عند واحد بيبيع مسلسلات حلويات، ربع كوباية مية ورشة فانيليا، ومعلقة صغيرة محسن كيك، معلقة شاي صغيرة ممسوحة محسن كيك. هنحطهم كلهم مع بعض في قلب بولة واحدة، نضربهم. عندك عجانة تضربيهم فيها، عندك بولة زي ما انا عاملة كده هتضربيهم فيها، ولا نحتاج اي وقت ولا اي مجهود ولا اي حاجة خالص. هنا نزلنا البيض، وبعد كده عليه الدقيق والمية، رشة فانيليا او كيس فانيليا. لو انتي ده انا عندي علب بجيب سايبة. لو مش عندك هاتي كيس واحد، كيس الفانيليا اللي هو بيبقى الصغير ده. وبعد كده هنزل بمحسن الكيك، معلقة الشاي الصغيرة دي هحطها. شايفين انا حاطه ازاي؟ ممسوحه. هو اصلا كده كده كيك الدقيق بتاع كيك السبونج بيبقى فيه محسن، بس احنا برضو بنحط كمان علشان الكيكه تعلى اكتر. هنضربهم مع بعض. لو هنضرب العجينه في العجانه هتاخد 7 دقايق. لو هنضربها على ايدنا بالمضرب الكهربا ده هتاخد 10 دقايق. هتاخد 10 دقايق بضرب على المضرب الكهربا ده. طبعا انا هوريكم هنا دلوقتي لما نوصل للعجينة بعد ال10 دقايق. في الوقت ده عايزة اقول لكم ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتعملوا لايك للفيديو، اكتبوا لي تعليق لو الفيديو عجبكم، وبإذن الله ان شاء الله الوصفات الجاية هتعجبكم اكتر. طبعا ده شكل العجينة بعد ما ضربناها بعد 10 دقايق. ده الشكل اللي احنا وصلنا ليه. هوريكم الوقت القوام بتاع العجينة. شايفين القوام؟ هنا هنجهز الصينية بتاعتنا. طبعا بحط ورق زبدة في الصينية من تحت. ممكن لو مش عندك ورق زبدة، في ورق اسمه ورق سبونج، بيبقى ارخص من ورق الزبدة، بتجيبيه برضو من عند مستلزمات الحلويات. إيه بس انا بحب استخدم ورق الزبدة. طبعا هنغلف الصينية كده كويس. هنا الصينية اللي انا مستخدمها دي بتبقى مرتفعة شوية عشان السبونج لما يعلى، وانزل فيها العجينة وادخلها الفرن بتاعنا. انا شغلته قبل ما ادخل الكيكة بحوالي 3 4 دقايق، سخنته، دخلت الكيكة. هي الكيكة اخدت معايا من نص ساعة لساعة الا تلت. بدخل الكيكة في الرف اللي في الوسط في الفرن. بشغل الفرن قبل ما ادخل الكيكة بحوالي 3 4 دقايق، بسخنه. بعد كده بحطها وبسيبها في الفرن لمدة ربع ساعة. النار بتاعة الفرن بتكون عالية. بعد كده بقلل درجة الحرارة شوية. كل ده وانا قافلة الفرن مش بفتحه. انا ما بفتحش الفرن الا وانا بطلع الكيكة بعد بعد حوالي من 25 دقيقة ل30 دقيقة بالظبط. انا بعمل الكيكه ده على طول وبتاخد مني الوقت ده. زي ما انا بعمل كده في طرف الفرن، بوطي بعلي اول ربع ساعه وبعد كده بوطيه. طبعا طلع هنا زي ما انتوا شايفينها. انا ما بطلعها من الفرن بشيلها من قلب الصينيه وبقلبها على ورقه زبده، عشان الوش بتاعها ده بدل ما اقطعه واشيله بالسكينة، لا انا بسيبه على الورقة. طبعا السخونية بتاعة الكيكة بتخلي الوش بتاعها يمسك في قلب ورقة الزبدة، فبالتالي بطلع ورقة الزبدة. بعد كده بطلع ورقة الزبدة من على الكيكة بتشيل الوش بتاعها، بدل ما اقعد انا اقشره واتعب في نفسي. طبعا الوقت انا هشيل الورقة من على الكيكة عشان اشيل الوش بتاعها. دي بعد ما بردت. انا اول ما قلبتها كانت سخنة، بعد كده سبتها لما بردت وقمت شايلها.
شايفين الوش بيطلع ازاي؟ طبعا في جزء في الوش مش هيطلع، هشيله انا بايدي، يعني هلفه كده بايدي يقوم طالع بسرعة. ده بدل ما نهدر وش الكيكة على الفاضي. الكيكة دي طبعا عملت معانا 5 قطع، 5 طبقات غير الوش بتاعها. ده الوش بتاعها، عملت معانا 5 طبقات بالسمك اللي انا هوريهولكوا الوقت ده. ده السمك اللي احنا بنشوفه تقريبا في كل محلات الكيكات والحلويات والحاجات دي. لو انتوا عايزين تعملوا سمك اعلى من كده هتعمل معاكم حوالي 3 طبقات. طبعا الوقت بعد كده نبدأ نحاول نجهز الحشو بتاع الكيكة. احنا هنحشيها النهاردة بالليمون، بطعم الليمون. ده كريمة لباني انا كنت طالباه وحطاه في التلاجة، وبعد كده احط عليها ده حشو ليمون جاهز جايباه من عند اي مستلزمات حلواني، اسمه حشو ليمون. هحط نص الكمية ديتي، ده ربع كيلو، فانا حطيت 8 كيلو يعني 125 جرام على كمية كريمة الخفق اللي انا حاطه. وهحط قصنص ليمون، نقطتين قصنص ليمون، وبعد كده احط لون اصفر وهضربهم مع بعض كده. يا جماعة الطعم والريحة فظاع بجد. هنضربهم كويس مع بعض. لو انتوا عايزين تزودوا لون زي ما انتوا عايزين، لو تزودوا لون براحتكم. وهرجع اقول لكم ما تنسوش تشتركوا بالقناة. دلوقتي هنا نبدأ نجهز الكيكة. انا حطيتها طبعا على الطبق اللي انا هقدم فيه، وهسقيها. طبعا انا هسقي الكيكه بميه وسكر. دي بجيب كوبايه سكر وعليها كوبايه ميه وبسيبهم احطهم على النار لحد ما يغلوا. وبعد كده لما يبداوا يغلوا خلاص بعدها بدقيقتين 3 بحط عليهم رشه فانيليا وبطفي عليهم واسيبهم لحد ما يبردوا، وابدا احط اسقي بيهم الكيكه بتاعتي عشان تبقى طريه وطعمها حلو. وهحط بعد كده طبقه الليمون اللي انا عملتها، كريمه الليمون اللي انا عملتها. وطبعا لو انتوا عايزين تحطوا صوصات او اي حاجة زي ما انتوا عايزين، التزيين ده بيبقى حاجة اختيارية على حسب كل ذوق كل واحد فينا. في الوقت اللي احنا هنزين فيه الكيكة هقول لكم ما تنسوش تشتركوا بالقناة للمرة الثالثة، وتفعلوا الجرس، وتعملوا لايك للفيديو، واكتبوا لي تعليق يفرحني. وطبعا اللي مجربش الكيكة دي بطعم الليمون فاتوا كتير. مش بشكر في نفسي، لا انا بشكر في الحاجة بتاعتي. طبعا هنا بنحطها كذا طبقة، كل واحد زي ما انتوا عايزين تعملوها طبقتين 3 4 على حسب انتوا بتحبوا ارتفاع الكيكة قد ايه. وبعد كده هزينها برضو بنفس الكريمة بتاعت الليمون. هنا دي كانت كريمة عادي، كريمة عادي لونتها بلون اخضر، وحطيت عليها فانيليا، طعم الفانيليا، وعليها برضو طعم ليمون، وزينتها زي ما انتوا شايفين كده. التزيين ما طلعش البرفكت بس كان طعمها حلو. اوعدكم ان هي طعمها حلو. الشكل مش اهم حاجة يا جماعة، اهم حاجة الطعم. غير كده انا عاملاها في البيت فعادي، كلنا في البيت يعني بنطلع اختراعات جامدة. في هنا طبعا بعد ما عملت الحركة دي حطيت على الوش حشو ليمون اللي هو اللون الاصفر. بس كان الفيديو فصل مني. ولو انتوا وصلتوا للجزء ده من الفيديو احب اقول لكم شكرا على المشاهدة. وياريت تتابعوني، تعمل لكم كومنت يفرحني، وان شاء الله ان شاء الله الفيديوهات الجاية هتعجبكم.